اسمحوا لي من وطن آل ينفع في مركز تمنية جنوب مدينة أبها في هذه القرية العظيمة أن أنقل لكم أطول ممرات بين البيوت. ناس يسمونها سدد، ناس يسمونها شداخة، زي الأنفاق، تسمح للناس تتحرك في الليل في مأمن. هذه منذ قديم الزمن، وهذه من القرى العظيمة الجميلة. وفيها مهرجان اللي قريتنا الفنية انطلق اليوم 25 نوفمبر 2024 ويستمر إلى يوم 30. لكني باخذكم جولة في هذه الأنفاق وأبغى رأيكم. شيء استثنائي. هذه ممرات لو ترفع راسك شوية تصقع في هذه، على فكرة يمين ويسار كلها بيوت، وهذه زيادة البحث عن الأمان منذ قديم الزمن. الناس عندما يدخلون جوات هذه لازم انه يدنق شوية. شوفونها البيوت عن اليمين وعن الشمال. شوفوا يوم يقول لكم أنا أعتبرها أطول طرق في قرى تراثية في منطقة عسير، بالطبع اهتمام الدولة الله يعزها وأمير منطقة عسير اسمه هنا. كانت القرى كثير من القرى ما تقدر تمشي فيها في الليل لأنها تهدمت. الحين أعيدت البناء وعيد الشغل وقيمة الفعاليات فيها. شوفوا هنا يجيك ممر ثاني لازم ندخل هذا، وهذا ممر وهذا ممر زي الأنفاق. ليش كانوا يسوونها؟ لزيادة الأمان للقرية. فالقرية مترابطة عليها سور خارجي لها أبواب وتغلق في الليل، والناس يتحركون في الليل بمأمن. الأمن نعمة نحمد الله ونشكره. شفتوا هذا نفق آخر، ممر آخر. أعتبر وطن آل ينفع أكثر ممرات فيها بصراحة. والله تضيع تروح يمين ولا يسار. خلينا ناخذ يسار الحين. شوف شايفين؟ طبعا على يمينك بيوت وعلى يسارك بيوت، ومن فوق مأمن ودافية. شوف هنا برضه، شفتوا هنا برضه ممرات. شفت البحث عن الأمان، تحصين. شوفوا هنا ممر تتوه دهاليز في الممر هذا برضه، هذا اللي على اليسار. طيب خلونا ناخذ هذا. لا إله إلا الله. شوفوا هذا، تروني في جزء بسيط بالقرية الحين صار لي أصور يمكن تقريبا 3 دقائق ولا بقدر أغطيها ب3 دقائق. أطول سلسلة ممرات في القرى تشبه الأنفاق أعتبرها أنا من وجهة رأيي هنا في وطن آل ينفع في مركز تمنية في منطقة عسير. شوف شيء رهيب، وإحنا في جزء من القرية ما مريت القرية كلها. وممر هذا ما قد أناره باقي زي كذا، زي النفق، والبيت فوق تحصل مجلس ولا غرفة نوم ولا مطبخ ولا. تروني مريت جزء بسيط من هذه الممرات اللي تشبه الأنفاق في وطن آل ينفع. أنصحكم تزورونها وأثناء الفعالية وتتجولون فيها. قرية عظيمة بمساكنها ومن رحل فرحمة الله عليه، وأنا على قيد الحياة الله يعطيهم الصحة والعافية.